ذكرت مجلة ماركا الإسبانية أن منتخب المغرب تحت 20 سنة صنع التاريخ وتأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائي كأس العالم للشباب بعد فوز مثير بركلات الترجيح أمام منتخب فرنسا تحت 20 سنة في مباراة مليئة بالتوتر والدراما. اللحظة الحاسمة جاءت عندما تألق الحارس الثالث الذي دخل في الدقيقة 125 خصيصا لركلات الترجيح، وتمكن من التصدي للركلة الأخيرة الحاسمة ليقود بلاده إلى النهائي. الصحيفة أبرزت أن فرنسا رغم محاولاتها المستمرة انهارت تحت الضغط في اللحظات الحاسمة وسط شعور عميق بالخذلان والإحباط لدى لاعبيها وجماهيرها الذين شاهدوا حلمهم بالوصول إلى النهائي يتبخر بطريقة مؤلمة. أما المغرب فاحتفل بليلة تاريخية أكدت صعوده القوي في كرة القدم العالمية، بينما عاشت فرنسا خسارة قاسية تركت أثرا كبيرا من الحزن والخيبة.